السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم حواوشي اسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة هتعجبكم جدا، وإن شاء الله أجمل من اللي بتشتريه من المحلات. وهنبدأ ونقول بسم الله. أنا هنا هجهز اللحمة. معايا هنا كيلو لحمة عليه نسبة 20% دهون زي ما حضراتكم شايفين. ومعايا هنا حوالي 4 بصلات كبار او 3 كبار، ومعايا هنا معلقة بهارات ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة كزبرة، ومعايا معلقة ملح ابيض وملح مبهر، ومعايا فلفل حار وفلفل بارد، ومعايا هنا بقدونس، ومعايا هنا فول صويا مجروش او بروتين حوالي 100 جرام. انا ضايفه عليهم كوبايه ميه سخنه وسبتهم حوالي 10 دقايق لحد ما اضطروا معايا وشربوا الميه وبقوا زي ما حضراتكم شايفين. ده بيزود معايا الكميه يا جماعه، بيزود معايا كميه اللحمه. وهنا ان شاء الله هننزل بالبصل. هنضرب المكونات كلها مع بعضها، الفلفل والبصل والبقدونس. وهنا بعد ما ضربنا المكونات بتاعة البصل والفلفل والخضرة زي ما حضراتكم شايفين وعصرتها كويس من المية، انا هنا هنزل بالفول الصويا او بالبروتين حسب ما بتسموه. وهنا هنزل باللحمة. ده كيلو لحمة بالظبط يا جماعة. وهنا معايا البهارات، ومعايا الملح والملح المبهر. وهبدأ أعجن المكونات دي كلها مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما بقلبها كلها مع بعض بنزل بيها في الكبة. بنزل بيها في الكبة، اطحنها كويس في الكبة او اضربها كويس في الكبة عشان تديني القوام الناعم اللي انا عايزاه زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني بقلب المكون كله مع بعض. وهنزل بحوالي معلقتين دقيق. الدقيق الابيض ده بيخلي ملمسها بيبقى ناعم جدا وبيخليها طريه بتبقى جميله. وهنا خلاص بعد ما ضربناها في الكبه كويس زي ما حضراتكم شايفين الملمس بتاعها بسم الله ما شاء الله. كده هي جاهزه معايا. انا هكورها يا جماعه واجهزها واحطها في التلاجة واسيبها في التلاجة. وهنا ان شاء الله هنبدأ العجين. انا هنا جبت خميرة، معايا خميرة كبيرة. هنزل عليها بمعلقتين سكر، وهنزل عليها بمية دافية. المية تكون يعني زي دمعة العين بالظبط، ما تكونش سخنة يا جماعة عشان ما تفسدش معاكي الخميرة. يعني المية ما تكونش بتغلي. وهنقلب الخميرة كويس ونسيبها على جنب تشتغل مع بعضها. معايا هنا حوالي 2 كيلو دقيق نخلتهم زي ما حضراتكم شايفين. ومعايا ميه دافيه، ومعايا كوبايتين لبن، ومعايا هنا نص كوبايه زيت، والخميره اللي كنا مجهزينها مع بعض. ومعايا هنا حوالي معلقتين ملح. وان شاء الله هنبدا نجهز العجين. انا هنا ان شاء الله هضيف اللبن. واللبن انا ممكن استخدم مكانه زبادي يعني حسب اللي موجود عندي. وهنا نزلت بالملح. يعني انا بعجنها يا بزبادي يا بلبن حسب اللي موجود. وهنا نزلت بالزيت والخميره. وهنزل بحبة مية عشان ان شاء الله نظبط ابدأ اعجن ان شاء الله.
أهم حاجة العجين، لازم تعجني العجينة كويس وتخدميها كويس. أنا هنا بازوّد المَيّة حبّة بحبّة لحد ما آخد ال تج ت تبقى معايا القوام اللي أنا محتاجاه يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين كده. أنا هنا خدمتها كويس زي ما حضراتكم شايفين، أهم حاجة إنِّك تخدمي العجينة كويس. ده القوام اللي هو المضبوط معايا، وهابدأ ألمّها، وإن شاء الله هادهنها زيت وهاغطّيها واسيبها تخمر كويس. وهنا خلاص العجينة بعد ما خمرت معايا زي ما حضراتكم شايفين، هنا خلاص هي كده خمرت تمام معايا. هنبدأ إن شاء الله نقطّعها، معايا اللحمة أنا مجهّزاها كوّرتها كِوَر قد بعضها بالضبط، الحجم كلّه زي بعضه، ومعايا هنا سمسم وحبّة البركة اللي هازين بيهم الوش، ومعايا زيت. وهنا إن شاء الله هابدأ أقطّع أو أقرّص. هنا هاجهّز إن شاء الله العجينة معايا، هاورّيكم واحدتين ونشوفهم إن شاء الله، ونشوف باقي العجينة بعد ما نخلّصها. وهنا إن شاء الله بعد ما غطّيناها وسِبناها استريّحت زي ما حضراتكم شايفين كده، إن تحطّي صباعِك عليها ويعمل فيها علامة كده ما تتني زي ما هي كده، خلاص هي جاهزة معايا. وهنبدأ إن شاء الله نفردها ونشتغل. طبعًا الحاجة اللي بتعمليها في بيتِك بتبقى جميلة جدًا، أنتِ بتبقى عاملاها وعارفة أنتِ عاملاها إزاي، الحاجة نضيفة وأنتِ عاملاها بإيديكِ. والحواوشي الإسكندراني ده لو هتشتريه من برّه الرغيف بالشيء الفلاني، أنتِ هنا مش هياخد معاكِ وقت، وحاجة جميلة أنتِ عاملاها بإيديكِ. أنا هنا فردت واحدة وهافرد التانية وهاوريكم مع بعض، هنعمل مع بعض رغيف وهنشوف مع بعض إن شاء الله النتيجة في الآخر. وهنبدأ إن شاء الله نفرد اللحمة زي ما حضراتكم شايفين عليها. هنفرد اللحمة على الرغيف كله، وهنسيب حرفه بس هو اللي يكون زي ما هتشوفوا دلوقتي، يكون هاسيب حبة من الحرف ما اجيبش عليهم لحمة عشان خاطر أقفّل الرغيف كويس. وهاخد الرغيف التاني اللي أنا فردته، هنحطه على وش الرغيف اللي حطينا فوقه اللحمة زي ما حضراتكم شايفين. وهنبدأ نقفّل الحروف كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. وهامسك الحرف زي ما حضراتكم شايفين كده، هاتنيه زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، وهاتني ماشية على الحرف زي ما أنتم شايفين بالضبط كده لحد الآخر، لحد ما أقفّل الرغيف كويس معايا. بنفس الطريقة يا جماعة. وهنا بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده، هو كده خلاص جاهز معايا. وهنا هنبدأ نرص في الصاج بتاع الخبيز. وهنا خلاص أنا جهّزت إن شاء الله مع بعض 4، وباحاول إن أنا أعمل بالشوكة من فوق عشان الرغيف ما يقبّش معايا أو يفضل زي ما هو.
يا دوبك بت 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 بالشوكة كده على حاجة بسيطة بس ما توصّليهاش للآخر من تحت، هو يا دوبك الطبقة الفوقانية بس، وهنا بندهن وشه زيت. وهنا أنا هارُش على وشه حبة البركة والسمسم زي ما حضراتكم شايفين، طبعًا بيدّوا له ريحة جميلة جدًا، وبيخلّوا شكله جميل جدًا في الخبيز زي ما حضراتكم شايفين. وهنا إن شاء الله هابدأ أخش بيه الفرن نخبز إن شاء الله مع بعض إن شاء الله، ونشوف مع بعض النتيجة في الآخر. وما بنعلّيش درجة الحرارة ما بتبقاش عالية أوي يا جماعة عشان اللحمة تطيب كويس، يعني أنا باخبز على ممكن على درجة حرارة 200، 220. وهنا بعد ما خلّصنا الطبق الصاج الأولاني خبيز بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، شايفين الجمال؟ شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله، ده لو هتشتروه من برّه هتشتروه غالي جدًا، ومش هيبقى بنفس الطعم. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. أنا هنا بعد ما طلّعته من الفرن حبيت أوريه لكم بسم الله ما شاء الله شكله تحفة بجد، شكله جميل جدًا، يفتح النِفس بجد والله وريحته روعة، يعني ريحته تحفة بجد. صدقيني الحاجة لو عملتها بإيديكِ أجمل بكتير من اللي بتشتريها من برّه، و و وب وبدل ما تروحي تشتريه غالي. وهنا إن شاء الله هنبدأ نقطّع معاكم واحد وهنشوفه من جوّه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، حاجة جميلة جدًا. أنا باحب يا جماعة أعمل الحواوشي الإسكندراني، أنا ما باحبش بجد إن أنا أعمله في عيش يكون طايب أو يكون مستوي، أنا باحب أنا أعمله العجينة بإيديّا. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لون اللحمة وشكلها تحفة بجد. شايفين الجمال؟ يعني حاجة اللهم بارك. وهنبدأ نرص في الطبق زي ما حضراتكم شايفين كده عشان نقدّم. يعني شكله بجد يفتح النِفس يا جماعة تحفة بجد. وهنا بسم الله ما شاء الله بعد ما خلاص خلّصنا رَص، شايفين جماله؟ يعني اللهم بارك، اللهم بارك بجد تحفة بجد. وهنقدّم جنبه سلطة وجنبه بطاطس مقلية وكاتشب. وهنا معانا البلح زي ما حضراتكم شايفين، البلح بالفراولة بالتفاح، أنا باحب أحط فراولة وتفاح على البلح زي ما حضراتكم شايفين ومعانا مخلل. وكده يبقى الفطار بتاعنا كده جاهز، ومعانا هنا طحينة، سلطة طحينة. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني تحفة بجد وأجمل بكتير من اللي بتشتريه من برّه من المحلات، بيبقوا حاطين عليه نسبة دهن عالية جدًا، جدًا. هنا أنتِ عاملاه بإيديكِ حاجة نضيفة في بيتِك، وحاجة يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك على ريحتها وعلى طعمها تحفة بجد، جميلة جدًا. وهنقدّم جنبه سلطة وبطاطس مقلية ومعاه كاتشب ومعاه المخلل وجنبه طحينة، وبألف هنا وشفا، هيبقى تحفة وهيعجب أولادِك جدًا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وما تنسوش اللايك وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.